مرحبا بالجميع. اليوم سنتعمق في قضية مروعة وصلت للتو إلى خاتمة قاتمة في تطوان بالمغرب. هيا نكشف تفاصيل جريمة هزت المدينة لأكثر من عقد. قبل 12 عاما وقعت جريمة قتل صادمة في مدينة مرتيل الساحلية، حيث اتهمت راضية وهي امرأة من حي هادئ بقتل زوجها عزوز وابنهما، ثم دفنهما في مرآب منزلهما. هذا الأسبوع وبعد سنوات من التحقيقات والمحاكمات، أغلقت محكمة الاستئناف في تطوان القضية أخيراً، وحكمت على راضية بالسجن المؤبد. لكن الأمر يزداد تعقيداً هنا، إذ كان من الممكن أن يواجه شقيق راضية الذي تورط أيضاً في جريمة القتل تهماً مماثلة، إلا أنه توفي بسبب مرض خطير قبل انتهاء المحاكمة. وقبل وفاته اعترف للشرطة وهو يصارع الشعور بالذنب، متهما شقيقته بارتكاب جرائم القتل. فعلى الرغم من إنكاره الأولي أثناء التحقيق، كشف في النهاية أن راضية كانت مسؤولة، مدعيا أنه ساعد فقط في التستر على الجريمة. في البداية ضللت راضية السلطات، حيث أبلغت عن اختفاء زوجها في ظروف غامضة عام 2012 في محاولة لتحويل مسار التحقيق. ولم يكشف النقاب عن الرعب الحقيقي لما حدث في ذلك المرآب إلا بعد اعتراف شقيقها. أثارت هذه القضية الكثير من المشاعر في المجتمع، وأثارت تساؤلات حول الثقة الأسرية والأسرار المظلمة التي يمكن أن تختبئ داخل الأسرة. ما رأيكم في الدوافع التي تدفع شخصاً ما لارتكاب مثل هذه الأعمال الشنيعة ضد أحبائه؟ لا تترددوا في مشاركة أفكاركم في التعليقات أدناه. تذكروا أن تحافظوا على سلامتكم، واستمروا في التساؤل عن ألغاز النفس البشرية. إلى اللقاء في المرة القادمة.